يعطيكم العافية وإن شاء الله تكون أموركم تمام. اليوم رح أحكي لكم عن خبر طبعا انتشر على الإعلام، اللي هو هلاك الشيخ والداعية هذا السلفي الإسلامي، بيحكي عن حاله سلفي إسلامي، اللي هو العرعور. فهو اسمه صالح العرعور اعتقد، رح اتاكد من اسمه الاولاني. مع انه انا هلا هون مش بصدد اني والله احكي انه يعني الله يسخطه او الله. لا لا، سوري، صالح العروري مالنا، صالح العروري حدا تاني. العرعور، العرعور. هو ما اسموش صالح، اسمه عدنان العرعور، صح، عدنان العرعور. المهم يا جماعة، فاللهم صل على سيدنا محمد. حتى هو ما ماتش وما مات، هاي مش معلنين خبر موته. هو داعية مسلم سني سوري، ولد في محافظة حما ب 48، واشتهر بمناظراته وابحاثه تنتقد بعض مذاهب كالشيعة والصوفية والنصيرية، واستناد منهج السلفي ذات بناه، يقيم في العاصمة السعودية الرياض، حيث يعمل مدير البحوث والنشر. فالمهم يا جماعة، لا هو ما مات، هم ناشرين خبر انه مات، ما ماتش هو. المهم يا جماعة، فبالنسبة لي يعني أنا حضرت له فيديو، وهذا الفيديو اللي راح شو اسمه، الفيديو اللي راح يعني أعقب عليه، إنه هو اعترف بالسر قبل ما يطلع الخبر على العلن، وعكس كل القناعات اللي كان يحكي، وعكس كل الشغلات اللي كان يروج لها. وطبعا هو جاي من السعودية وقاعد يحكي في اللقاء، هو سلفي يعني، وإنه هو بنتقد المذاهب الشيعية والنصيرية. انتقد، مين، شو المشكلة؟ ما حدش منعك تنتقد، انتقد. انت مش عاجبك هذا الفكر انتقده، بس ما تحرضش، ما تحرض. وطبعا تبنى الثورة السورية، تبنى الثورة السورية هو، عرفت كيف أو عرفتي كيف؟ فأنا وجهة نظري بالنسبة لهذا الزلمة، أنت بدك تنتقدهم، مش عاجبك تفكير، ما أنت حر. أنت عندك دلائل وبدك تحكي فيها وتهبد، لا تشبع اهبد، ما عندنا أي مشكلة. بالنهاية إحنا ناس، المؤمن مع حرية التعبير، المؤمن بحق الواثق من أفكاره وقناعاته، وهذا مع حرية التعبير بشكل كامل. عرفتوا كيف؟ بس إنه طبعا بدون الإساءة، بدون التحريض على قتل الناس، زي كبيرهم الذي علمهم السحر بن تيمية، لانه هذا الجاد فاذر تبعهم، يعني طبعا الجاد فاذر تبع السلفيه والملوخيه واكيد العرعور. طبعا هو هي اللي منزل الا كل الحاقدين، وعمره 78 سنه، ان شاء الله بتعيش 100 سنه، ان شاء الله بتعيش 100 سنه، بس بالضلال اللي انت فيه ندعي لك انه الله يخفف عنك مش اكثر. تعيش ان شاء الله، تعيش مليون سنه، لانك ما اخذ من اعمارنا ولا لك رح تمد باعمارنا، كل شيء بقدر الله عز وجل. بس انه يعني هو اعترف بالسر، قاعد يحكي انه والله انا انه الحسين قتل ظلما وقتلوه بني اميه، وانه يعني طبعا بما معناه، والله قاعد يحكي من رضي بمقتل الحسين فهو منافق وقد يكون كافر. لما عرف انه الحكي مسجل ما تخوف. ليش متى تخوف؟ ليش متى تخوف تحكي عن حقيقة اشي انت مقتنع فيه؟ ماشي، ليش خايف يعني انك تساند الشيعة بهي النقطة؟ الشيعة بيرحبوا انك انت تساندهم بهي النقطة، مش عشان هم بدهم يكتروا عددهم ولا عشان بدهم يعملوا فريق كرة قدم، مش هذه هي الفكرة. مش قاعدين يكتروا اعداد، هم عشان بدهم اياك تعرف الحق وتناصره وتمشي معاه، هي الفكرة. طبعا بقولوا انه هو ببعض، انا ما حضرتلوش كل لقاءاته من باب الامانة العلمية طبعا، انه هو اساء للامام علي، اساء للبيت، اساء للسيدة فاطمة الزهراء، اساء للحسن والحسين. بعدين اعترف بالسر، وان شاء الله احاول ارفق لكم الفيديو موجود عندي، احتفظت فيه طبعا، وان شاء الله يا رب ما يقطعوا تعرفوا القناة اللي بنشتغل عليها عشان حقوق الطباعة والنشر. يا جماعة، هذا البني آدم، الآية الكريمة، أنا مش رح أطول بالحكي، الآية الكريمة واضحة. طبعا غير انه انا ضد السلفيه بشكل كامل، انه هي السلفيه الموجوده اليوم ارهابيين باسم الاسلام، وهم الاسلام منهم براء، وشايفين الاشكال الوسخه هي اللي حكمت في الشام، بني اميه. المهم السلفيه وبني اميه اولاد عمام من اشقاء حتى، مش انه من طريقه، مش من نفس الاب. المهم ما علينا. فباختصار شديد، فالايه الكريمه واضحه، بقول الله تعالى وما محمدا إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على عقباكم سوري عشان ندير بال بالحكي.
ومن يرتد منكم عن عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الآية واضحة. عذرا سامحوني إذا كان خربطت كلمة عاقبيكم، بس أنا فاهمة إيش معناها. اللي فيكم بيرتد عن آل بيت النبوة واللي فيكم بيرتد عن نهج آل بيت النبوة لن يضر الله شيئا. أنتم مش حتضروا الله بإشي. خليك مع اللي أنت نصرتهم وبعت دينك وبعت آل محمد من شانهم، خلهم ينفعوك. عرفت كيف؟ وبعدين مش بيحكيك لا احنا مسلمين، لا احنا، لا انت مش فاهمه يعني ايش الشيزوفرينيا على التخلف العقلي. وطبعا هذا الحكي مش بس للعرعور، ما هو العرعور نهجه آلاف مؤلفه وملايين، حتى مش آلاف مؤلفه ملايين. انتوا بتحكوا عن 1,400,000,000 مسلم، المليار مسلم منهم ناصبي. عشان ناصبي يعني رضي بمقتل آل البيت عشان يرضي صحابه، هدول هم. وبتيجي بتحكي لهم الحقيقه لما بتعجبهم خليهم. ما انت ارتديت عن عقاب الايمان، لن تضر الله شيئا. انت مش حتضرنا بشيء ولا حتنفعنا. خليكم مع الصحابه اللي بعتوا ال بيت النبوه وبعتوا الرسول عشانه، بعتوا الرسول اصلا عشانه، مش بس بعتوا ال بيت النبوه. انتوا بعتوا الرسول قال لكم من تركتوا فيكم شيئا، وراح الجاد فاذر تبعكم معاويه زيور الحديث، وانتم مصرين مع بوقاحه وسفاله انكم تدعوا انه هذا الحديث الصحيح. لا هذا الحديث صحيح. طب خليه صحيح، انتم شايفينه صحيح خليه صحيح. لأن الآية بتقول والعاقبة للمتقين. رح نشوف لمين العاقبة للمتقين. إني تركت فيكم شيئان ووصاكم وقال لكم إن تمسكتم بهما لن تضروا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وأنت عارف الحقيقة وبتنكرها، ما أنت عارفها، ما أنت حكيتها في السر، ليش بتنكرها على العلن؟ يعني لهالدرجه بتوائح؟ يعني انتوا شو فرقتوا عن ابو جهل؟ ما عشان هيك الرسول قالنا، حذرنا، قالنا يجيء الاسلام غريبا ويعود غريبا فطوبى الغرباء. ما هو عارف انه حتتسووا هيك، انه عارف انكم رح تاخذوا عقليه ابو جهل وتلبسوا رداء ابو جهل بس بظل الاسلام. عشان هيك حدا يقول لكم انسوكم من الشيعة، يا عمي احنا بنحكي لكم آل بيت النبوة ظلموا على يد بني أمية وسووا عملوا. لا هذا كلام تأليفهم، هذا تأليف في الشيعة. خلص بس هذه هيك مخهم هيك مركب، هيك مدخول في مخهم هذا الحكي وبس، مش قادرين يستوعبوا شيء تاني. مش انه انا والله لازم اعرف الحقيقة والله طلع معهم حق، لا فيش من هذا الحكي. تفهم علي كيف؟ والنصيرية ايش يعني النصيرية؟ الى علويين بيآمنوا بنفس فكر الشيعة وعندهم معظم كتبهم اللي هم نهج عشان الحثالة يضلوش يعبوا براسكم عن العلويين في سوريا. تيجي بتقول لي لا شو مين قال لك؟ هم بيفهموا اكثر. لا بيفهموش اكثر منا. لا احنا الله خلقنا عاقل. يعني لما يطلع شيخ زي سلام عبد القوي، شيخ ازهري يا شيخ من شاء الله انت صار لك 50,000 سنه بتدرس في الازهر، مش عارف انه الشيعه بيامنوا بالنبي محمد وبيعتبروا الامام علي ولي من اولياء الله وبيحجوا بصوموا هذا. وبعدين بيجي بقول لك انا انضحك علينا ما كناش نعرف. بقول لك انضحك علينا ما كناش نعرف. هذا الشيخ اللي دارس صار له سنين في الازهر وجاي تقول لي والله الناس بتعرف عن العلويين زوم فعلا مؤمنين ولا لا؟ لا انتوا تعالوا اسمعوا منا احنا الكلام، احنا اللي رحنا بحثنا عن الحق واحنا بنعرف الحق واحنا بنحكي لكم اياه بدون حقد ولا غل ولا معاداة للاخر، بدون وجه حق. العلويين ما بيألهوا الامام علي، هتلاقوا اسمهم علاهيين وناس كفار بخبصوا، يعني زي كيف تصوف التخلف وهذا اللي بروح بجنح للالوهيه هيك. وكل الشعب فهموا كذا الحكي والعلويين فهموا كذا الحكي. العلويين بيآمنوا بأن الإمام علي زي الشيعة لازم أن يكون ولي من أولياء الله، بس ما عندهم طقوس واضحة، زي الشيعية الاثنى عشرية الجعفرية. ليش؟ أنت اسألني عشان أنا أجاوبك، أو أنا عم بجاوبك لأنك أنت ما رح تسألني بالفيديو. لأنه هم تعرضوا للاضطهاد، الدولة العثمانية ذبحتهم، ارتكبت فيهم إبادة جماعية ب1,000,000 علوي زي ما ارتكبت إبادة جماعية بالدروز. فهم خافوا على حالهم فصاروا يخفوا بعقيدتهم خوفا من القتل والذبح. وهذا اللي حكى لي، طبعا انا غير انه احنا يعني انا هذا اللي حكى لي حدا درزي انه احنا هي حق انه احنا من اتباع، هم بالاساس الدروز من اتباع ابو ذر الغفاري، عندهم بعض طقوس الاسلام بس مش كثير واضحه. لانه برجع بحكي لكم تعرضوا للاضطهاد فاضطروا انهم هم يخفوا عقيدتهم الاصليه. بعض العلمانيين من الدروس صاروا يخبصوا يقولوا لك لا احنا ما بنامنش بهذا ولا بنامن بهذا، احنا كذا 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 وخلص. صاروا حتى صاروا يشيلوا حالهم من الاسلام. بقول لك انه تعرضوا للاباده وتعرضوا للاضطهاد كثير من قبل كل الحكام اللي اجوا حكموا في ديك المنطقه. عرفتوا كيف؟ هيكم شفتوا بعينيكم، مش مضطر الدرزي ياكد لك انه هو صادق، لانك انت شفت شو صار فيه بالسويدة في سوريا وشفت شو صار في العلوي في الساحل.
هيك شفت قدام عينيك، هي التاريخ حديث قدام عينيك، هي مبين واضح وضوح الشمس. هم لانه تعرضوا للاضطهاد فتم شرذمتهم، فلما تشرذموا ضاعت شوي عقيدتهم، بطلت واضحه. عشان هيك 12 الجعفريين واضحه عقيدتهم، افكارهم واضحه، مبادئهم واضحه، طقوسهم واضحه، كل شيء عندهم واضح، ما في شيء مخبى، ما في شيء هسه بدك تعرف تروح تقعد عندهم لحال والهبل، ولا هحكي الهبل كان يروجوا لكم اياه التقيه وما التقيه والهبل هذا. عرفتوا كيف؟ فهي الفكره. لهذا السبب فهم ليش العلويين مش واضحة طقوسهم بس، إنما هم زي الشيعة بيأمنوا بأنه علي من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولي من بعده. وفكرة إنه عندهم كتب متشابهة مع كتب الشيعة زي نهج البلاغة، وعندهم الجفر الإمام علي، بس الجفر أكتر عند العلويين، جفر الإمام علي أكتر عند العلويين. ماشي، فهي الفكرة. واتمنى تكون وصلتكم الرساله، وحاولت اني انا اوصلكم رساله بطريقه اسهل ما يكون. انا اساسا يعني بدك تخاطب اي واحد سلفي مجرم لله ينتقم منهم، وين محله وين ما راحوا، ان هم سبب الاساءه للاسلام. رح تسالوا اي سلفي تعال هون، انت بتقول عن النصيري انه مش مسلم وعن الشيعي انه مش مسلم، انت ايش دخلك فيه؟ يلا مرحبا مرحبا، كيف حالك انت، شو خصك فيه؟ ما هم وارثين هذا الورث من الدولة العثمانية المجرمة. الدولة العثمانية مجرمة، تم تلميعها بالتاريخ الإسلامي، وهي دولة مجرمة أصلا. عدوا على أصابعكم الدولة العثمانية كم مكون بشرية قتلت الدروز، وقتلت العلويين، وقتلت الأرمن، وكل بيعرف مذبحة الأرمن اللي ارتكبتها الدولة العثمانية. ما أعتقدش إنه هسه بتحاولوا تكذبوا عن مذبحة الأرمن، إنما للأسف العلوية ما تم توثيقها، ولا يعني ما تم النشر فيها، ما تم التحدث عنها بشكل كتير كبير، وقتلت كمان الدروز. عرفتوا كيف؟ فهي الفكرة، تم تلميعها بالتاريخ الإسلامي عشان إنه يبرروا إنه هم كانوا. وطبعا لما خسرت الدولة العثمانية الأراضي العربية في آخر فترة قبل انتهاء بشكل كامل، جوعت الناس وموتتهم بحرب السفر برلك، وودتهم على السفر برلك طبعا، واللي كانوا محاصرين موتتهم من الجوع. وكما طبعا هاي تم تلميعها اعلاميا هلا، وصارت انه هي يعني هي المنقذ لكل الشعوب الاسلاميه، ومحاوله انه كيف بدك تنقذهم. فهي الفكره، او انه هي الخلافه. عرفتوا كيف؟ الخلافه الجاي اللي واو ما احلاها. عرفتوا كيف؟ فهي الفكره. وشو اسمه، وكانوا في مناطق اللي زي مناطق جبل عامل في لبنان صاروا يحاربوها للدولة العثمانية، لأنه خلاص صارت تستخدمهم قرابين للدول العظمى عشان إن هي تضلها موجودة، وهم الناس معلش يموتوا ويروحوا لجهنم. عرفتوا كيف؟ وغير إنه طبعا العداء بقلب التركي على العربي، عنده عداء كبير بقلبه على العربي، باعتبر إنه هو كان يعني خانه بفترة من الفترات. أنا ما إلي بالخيانة، الخيانة عند العرب بدي احطها على جنب، لان انا فعلا كمان عندي تعقيب عليها. بس موضوع انه هي ما ظلمتهمش، ظلمتهم واضطهدتهم كتير، وما ما كانت بالطريقه الرائعه اللي انتم شفتوها ولمعوا لكم اياها في التاريخ الاسلامي. الدوله العثمانيه اعظم حقباتها كانت بس في بعض السلاطين معينين، انما الباقي كانوا زي العمى، وكانوا يرقعوا، وكانوا يخبصوا، وكان عندهم. انا بس كمان انا حابه اسال اللي بيفهم في التاريخ الاسلامي من النواحي هاي، لاني انا لسه يعني انا بس ببدي وجهه نظري، انما انا ما عنديش دليل 100% اذا كان هذا الاشي غلط ولا صح، بس انا باش منطقيا بناء على المنطق والعقل شايفته انه غلط. ليش استمر عهد الجواري بعد الرسول؟ انتهت حقبة العبودية لما الرسول عتق بلال بن رباح. ليش استمرت عهد الجواري؟ ليش في شو اسمه جواري اساسا؟ الرسول تجوز مريم القبطية وكانت جارية، كانت من دين تاني، بس بغض النظر ما خصش من دين تاني، اتجوزها وعتقها من الجواري، بعد ما اخذها كجارية اتجوزها وبطلت جارية، خلص ما يبغى تتجوزها بطل جارية. وطيب هيو أخذ كمثال، الرسول أخذ مثالين، أبو بلال بن رباح عتقه من العبودية وبطل جاري صار عبد، صار بطل عبد، صار حر، صار إنسان حر. والنقطة الثانية شو اسمها، ماريا القبطية كانت سبية من دين تاني، أخذها جارية وتجوزها وعتقها، يعني خلص بطلت جارية. ليش استمر زمن الجواري بعد الرسول وبعد الخلافة الإسلامية الأولى تبع عهد الرسول؟ طب يا عمي انتم شايفين انه عادي لأنه كان فقر، ويقولوا لك كان مرتبط بالفقر العبودية غير الطغاة اللي كانوا موجودين. طب نيجي لنقطة مهمة، ليش الحسن والحسين ما كانش عندهم جواري؟ ليش الإمام علي ما كانش عنده جارية؟ صح ولا لا؟ هاي نقطة بتثبت انه هذا كله أكاذيب.
وانهم هم اخذوا الجواري لمتاعهم الخاص. وكمان بعد الدوله العثمانيه كان 1500 1600 ما كانش في مجاعات ولا كان في فقر، ما كانش مستاهل انه ياخذ كل هالجواري يحطهم بقصره. غير انه كان عنده زوجه اللي هي زي مثلا خدوا سليمان القانوني، كان عنده هاي اللي حطوها في مسلسل حريم السلطان. اذا هو التاريخ العثماني تم تلميعه لاهداف لمصالحهم هم. والعرب يعني العرب دائما هيك بالفعل، العرب بيحبوا اللي بخبطهم بالقنطره على راسهم، اللي بخبطهم بالقنطره على راسهم بكيفوا عليه، ما احلاه بجنن. اما اللي بيجيهم بالحسنى واللي بيعطيهم كرامتهم الانسانيه وبرفع من شانهم، لا هدول بيحبوا المذله والمهانه. فالدوله العثمانيه دعست على العرب وهشمتهم تهجيم، ومصرين يلمعوا صورتها، مصرين يحطوهم عظام وبجننوا، وكانوا واو واو وكانوا هاي هاي وكانوا ما احلاهم، برغم ان هم لما اجوا هون على الشرق الاوسط قتلوا الناس بدون وجه حق. ما هي المشكله، انه السلفي ببرر لك قتل الناس، بقول لك هذا درزي، هذا علوي، هذا ببرر لك قتل الناس، انه يعني عادي مش بني ادم، هذا اقتله، مش بني ادم هذا، وخلص اعطاك سكوك غفران في الدنيا انك تقتله، لانه هو هذا خلص بس يروح يتحاسب رايح على جهنم. وهيك بفهمك يعني كانه الله اعطاه مفتاح الجنه ومنه هو في الدنيا قاعد، وهو شقفت واحد خنزير، حتى محاوره ما بتعرفش تتحاور معاه، لانه انسان مريض من جوا، مريض. عرفتوا كيف؟ إلا من رحم ربي، إلا اللي كانوا قبل. أنا ما بحكي عن الحاليين على الله تعود، اللي كانوا قبل اللي طلعوا بأفكار كانت متنورة وكانت جيدة، هدول مش السلفية السيئة، هدول كانوا محترمين، كانوا مناح، بالعكس كانت أهدافهم لخدمة الأمة، إنه أنا بدي أجي أنور لكم عائلكم، بدي أجي أعطيكم زي قاسم أمين. أصلا قاسم أمين نوعا ما صنفوه سلفي، وتصوروا كيف إنه مع إنه قاسم أمين نادى بإنه بكفي التخلف في الأرياف، بكفي اضطهاد المرأة بدون وجه حق، الدين ما قالش كده، ورجعوا للنصوص الدينية. هذا كان هو الصح، هذا اللي كانوا صح هم، يعني كانوا هم هدفهم انهم يدحضوا ويوصلوا لنقطة متنورة، ينوروا عقول الناس. هذول كانوا ناس صالحين، ما كانوا ناس سيئين. السلفية الموجودة اليوم هي السلفية السيئة، هاي اللي بدها تأذي وبدها تصهين العقول وبدها تبرر لك كل قتل وكل هذا. عرفتوا كيف؟ فهي الفكره باختصار. عذرا انا دمجت موضوعين بموضوع واحد، انا كنت بدي اعمل فيديو لحاله عن تلميع الدوله العثمانيه، كنت بدي اعمله لحاله بصراحه، بس انه انا كمان صار انه تواصلت مع حدا، التقيت مع شخص فقدوا اهاليهم في السويدة، وحكى لي عن انه اصلا انت بتعرفيش ايش احنا هيك بنخفي عقيدتنا. انه قلت له يعني انا حتى من عقلي سبحان الله حكيتها، ما كان عندي يعني خلفيه علميه. قلت له يعني انتم تم اضطهادكم ايام الدوله العثمانيه؟ بقول لي عليكي نور. قال لي فعلا احنا هيك، لانه احنا من ايام الدوله العثمانيه كنا نذبح بدون وجه حق، فكنا مضطرين ان نخفي عقيده، يكون عندهم زي عقائد باطنيه. عرفتوا كيف؟ زي عقائد باطنيه لحتى يقدروا يكملوا بين الناس، لحتى ما حدا يأذيهم، ما حدا يبرر قتلهم ويحلل دمائهم. وهل طبعا هذا الحكي يرضي الله ورسوله ويرضي الرسول عليه الصلاه والسلام؟ بريء منهم، من اشكالهم، هذول من اشكالهم بريء، انه الرسول بريء من هاي الاشكال. اذا الرسول كان وصى المسلمين باهل الذمه، فما بالك لما يكونوا اصلا زي عقيدتك، بس اللهم اختلف ودخل فيه تفاصيل تانية وهم اضطروا انهم يسووا هذا الشيء. برجع بحكي لكم لما كانوا اقليه وكانوا خايفين على حالهم. يا جماعه انا ما ببرر لحدا، يعني على سبيل المثال تيجي تقول لي طب هل تبررين قتل اهل السنه في سوريا بفتره الثوره السوريه؟ انا هذا رح اعمل له فيديو لحال، انا حرضي في اهل السنه تاعون سوريا وراح اعمل لهم فيديو لحال، وراح اجيب لهم الحقائق على بساط احمدي ويسترجوا يكذبوا الحقائق. بنفس الوقت بيعذروني وبيزعلوا مني اذا انا كذبت بكلمه واحده، صح ولا لا؟ لانه الحق لا يعلى عليه، كلمه الحق ما بنزعل منها. حتى هم بيعرفوا، اذا هم بيتابعوا القنوات اللي كان فيها زي معارضين رح يعرفوا انه كل كلامي صحيح، لان انا جبته من عندهم، ما جبتوش من حدا تاني. مش هطول عليكم، بتمنى لكم كل التوفيق. وهو صالح عدنان العرعور بفكر انه احنا زعلانين انه ضل عايش وما ماتش. ان عشت وان متت لم تضر الله شيئا. ارجع لرب، ارجع لدينك قبل فوات الاوان. ربنا اعطاك بالعكس فرصه لحتى تعترف بانه السلفيه والنواصب هدول تاعون الشام هدول ناس على باطل، وان ربنا سخط من بسبب عمايلهم وافعالهم، وانه لا حق الا بموالاه ال بيت النبوه، لا حق الا بموالاه ال بيت النبوه، وسفينه النجاه هي موالاه ال بيت النبوه. والحمد لله ان ربنا نورنا لحتى نعرف سفينه النجاه. هذا اولا.
ثانيا تجيش تقول لي والله هذول كانوا مسلمين وعملوا. لا يجتمع عدو الله مع لا يجتمع حبيب الله مع عدو الله. نقطة وسطر جديد. مش هذا حكاها وقتها الرسول لما صار الإمام علي بده يتجوز بنت أبو جهل. بعرفش زي القصة صحيحة، أنا أخذتها من الجانب السني. قال له أنت بدك تتجوز بنت فاطمة وبدك تتجوز بنت أبو جهل. قال له لا يجتمع، لا تجتمع بنت حبيب الله مع بنت عدو الله. مع انه الامام علي كان يحب ستنا فاطمه، ما اعتقدش تجوز بفتره حياتها. اعتقد هذا الحكي بعد وفاته، بعد وفاه السيده فاطمه. بس لو كانت بعد وفاه السيده فاطمه مش رح يكون صحيح الحديث، لان الرسول مات قبل السيده فاطمه ب 75 يوما. المهم يا جماعه بتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله انه تكون اموركم تمام. بتمنى لكم كل التوفيق والى اللقاء. يتبع الأئمة آل البيت فهو ضال. نعم. شو رأيك اليوم؟ تشيع الشيخ عنا؟ لا برضو قال لا. والله من لم يحزن على مقتل الحسين فهو منافق. الله أكبر. والذي لا إله إلا هو من لا يحزن على الحسين مقتله فهو ضال، ومن رضي بمقتله فهو فاسق وقد يكون كافرا. هذه العبارة لا تورطني انت. لا انا اليوم يعني في تسجيل علي. ايوه في تسجيل. لا معناها مشكلة.